الخط المغربي في التراث، لقاء ثقافي يحتفي بجماليات الحرف المغربي. في إطار تنزيل البرنامج الثقافي الإطار وسلسلة رفيق الكتاب، نظم مركز التوثيق والأنشطة الثقافية التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة مراكش آسفي لقاء ثقافي مميزا يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 بمقر مكتبة المركز بالمركب الإداري الثقافي محمد السادس للأوقاف، لتقديم كتاب جماليات الخط المغربي في التراث المغربي من تأليف الدكتور محمد بندوري، الحاصل على جائزة محمد السادس لفن الحروف برسم سنة 2025. اللقاء شكل مناسبة ثقافية وعلمية لإبراز مكانة الخط المغربي كتراث فني وروحي راسخ في الهوية المغربية، كما سلط الضوء على خصوصياته الجمالية وامتداداته الحضارية، باعتباره أحد الركائز التي ساهمت في حفظ المعارف والعلوم في المخطوطات المغربية على مر العصور. وقد تميز هذا الموعد الثقافي بمشاركة نخبة من الباحثين والأساتذة المتخصصين، نذكر منهم الدكتور عبد الهادي بصير مدير مركز التوثيق والأنشطة الثقافية، الدكتور محمد البندوري مؤلف الكتاب باحث وناقد فني، الدكتور عبد الوهاب الأزدي أستاذ التعليم العالي، الدكتور أحمد حديدة رئيس مصلحة مكتبة مركز التوثيق والأنشطة الثقافية. وقد تناول المتدخلون محاور متعددة من بينها تطور الخط المغربي، دوره في حفظ التراث الإسلامي وجمالية التشكيل الحروفي المغربي، إضافة إلى البعد الروحي والرمزي للحرف في الثقافة الإسلامية. محمد البندوري باحث وناقد فني وفنان حروفي وتشكيلي. تأتي هذه البادرة من مركز التوثيق والأنشطة الثقافية تابع للمندوبية الجهوية الإسلامية بمراكش. يعد شهادة على قيمة البحث وجديته، كما يعكس عناية جلالته حفظه الله بالتراث المغربي وصونه، وتقديره للعلماء والباحثين الذين يسهمون في إحياء كنوزه وتعزيز إشعاعه. وإني لا أرى الباحث في مستنتجاته أكثر ارتباطا بالنظرية الإشراحية السيميائية. أما الفصل الثاني فهو ذو صبغة تطبيقية لجمالية الخط المغربي، وقد خصت الدراسة النظر السيميائي في 3 مصاحف شريفة. ولطالما عبرت له أيضا عن أسفي لأنني لم أتمكن من الاطلاع على هذه الأعمال وأنا أنجز بحثي لنيل شهادة الدكتوراه في موضوع الشعر والتشكيل في التراث المغربي، خاصة في المصاحف القرآنية. لما تطرقت لكتابات السلاطين، كما تعلمون أن السلاطين المغاربة أولوا عناية كبيرة للخط العربي عموما والخط المغربي على وجه الخصوص، لكتابة المصاحف القرآنية. نديروا برنامج وانتم غاديين به، برنامج بسيط ولكن غادي يعطينا شي حاجه في راه هادشي اللي وصلوا ليه هاد الناس لا الحرفيين ولا المشتغلين اللي وصلت باش توصل الجائزه ديال ملك البلاد وتعطى سميتو راه الله منه. فانا اتمنى هذا النداء السي البندوري والاخوان الحرفيين يدافعوا على هذه الفكره يستفد منها الطفل المغربي مستقبلا. حنا دابا تنهضروا، حنا دابا اللي عطا الله عطاه، ولكن على الاقل الاجيال الصاعده خصها تستفد. خاص تكون شي مبادره اللي توضع هذه القضيه كهم يعني لتوفيره للناس المغاربه، يعني على جميع الشرائح داخل المؤسسه وفي النوادي الثقافيه وفي دور الثقافه وفي المكتبات. انا بغيت نتعلم الخط، غنسيب يتعلم الخط، دابا كل واحد غير بوحدو نتفات. على شرف سيدي محمد وعلى شرف لكم وعلى شرف الاخوان، وقبل ذلك واحد التهنئه اخوان قال لك لابد نهنئوا ان شاء الله تعالى، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. واحد التهنئه ديال المركز للسي محمد البندوري هي متواضعه على قدر ما حنا ماشي على قدر السي البندوري.